إن القائد عبد الله أوجلان اعتقل منذ 24 عاما من خلال مؤامرة دولية شاركت فيها العديد من الدول الرأسمالية، وتم تسليمها إلى تركيا التي احتجزتها بسجن في جزيرة إمرالي، والذي يفتقد لأدنى شروط الاعتقال ولأبشع أنواع الضغوطات، وفي مقدمتها فرض العزلة بحق ومنع محاميه وعائلته من اللقاء معه. فمنذ إن قال القائد عبد الله أوجلان في آخر لقاء له مع محاميه: أستطيع إسكات صوت السلاح في غضون أسبوع. قامت الدولة التركية بتجديد العزل على القائد، وذلك لأن الدولة التركية تعلم جيدا بالدور الذي يلعبه القائد عبد الله أوجلان في الوقت الذي يعاني فيه الشرق الأوسط من أزمات عدة، وهي نتيجة سياسية الدولة القومية التي فرضتها الدول المهيمنة على الشرق الأوسط منذ مئات السنين، وكان في